بيبدأ فيلمنا مع طفل صغير اسمه فريد قاعد في قاعة سينما بيتفرج على فيلم وثائقي لمثله الأعلى لمستكشف اسمه تشارلي سمعان، والشخصية دي بتكون اكتشفت شلال في أمريكا الجنوبية وجايب هيكل عظمي من الكائنات اللي عايشة هناك، بس المسؤولين بيشكوا فيه وبيطلعوه من منصبه. وبعدها بنشوف ان فريد متأثر جدا بالشخصية في الشارع بلبس الكشافة، وبعدها بيدخل بيت بيلاقي فيه بنت برضو صغيرة اسمها إيلي وبرضو بتكون لابسة لبس الكشافة وبتلعب مع نفسها. في البداية بتزعقله جامد، بس بعدها بيكونوا أصحاب وبتروح له بعدها وبتقوله إنها نفسها تروح المكان اللي فيه الشلال علشان تأسس فيه بيت وتستقر. فريد بيقول لها إن هو هيساعدها، وبتعدي السنين والاتنين بيتجوزوا وبيكونوا بيتهم جزء جزء مع بعض وبيعيشوا مع بعض حياة سعيدة جدا. يبقى حلمهم ان هم يجيبوا اطفال، بس بعد فترة بيكتشفوا ان هم عندهم مشكلة فبيحاولوا ان هم يأقلموا حياتهم من غير اطفال. بيفتكروا حلم إيلي وهي صغيرة انها تروح الشلال، فبيقرروا ان هم يحوشوا مبلغ علشان يبنوا بيتهم الجديد هناك. بس كل ما يحوشوا مبلغ بيحصل حاجة والفلوس تنصرف عليها، زي ان العربية تبوظ. بعدها فريد بيتعب وبيخش المستشفى لحد ما السنين بتجري بيهم وبيكبروا وبيعجزوا. بتتعب إيلي فجأة وبتموت، وبعدها بنشوف فريد وهو عايش لوحده. بعدها بنشوف ان البيوت اللي جنب بيت فريد كلها وقعت وبيتبنى مكانها مشروع جديد. وبعدها فريد بيتكلم مع واحد من المهندسين اللي بيقوله ان صاحب المشروع كده كده هياخد بيته، بس فريد بياخد الميكروفون وبيزعق لصاحب المشروع وبيدخل بيته. وهو بيتفرج على التلفزيون بيخبط عليه طفل صغير اسمه رامز بيقوله ان هو عضو في الكشافة وبيسأله لو عاوز مساعدة، فبيقوله فريد ان هو مش محتاج اي مساعدة وبيقفل الباب. لما بيفتح الباب تاني بيعيد عليه نفس الكلام. فريد بيسأله هو عايز ايه بالظبط، فبيقوله ان هو اخد كمية كبيرة من الاوسامة بس هو ناقصه وسام واحد، وهو وسام مساعدة كبار السن. ففريد بيبقى عايز يمشيه، فبيقوله ان في طائر معين يروح يدور عليه ولما يلاقيه يجيبهوله، والطفل فعلا بيصدق وبيسيبه وبيروح يدور على الطائر. وبعدها فريد بيشوف عربية كبيرة بتخبط في صندوق البريد بتاعه، فبيتعصب جدا وبيطلع يضرب العامل. فوقتها بيتبلغ عنه وبيتحكم عليه ان هو يقعد في دار كبار السن. فريد بيقعد يفكر يتصرف ازاي. بعدها بيجي اليوم اللي المفروض يسيب فيه البيت. فجأة بتظهر بلالين كتير فوق البيت، فريد بيكون عاملها علشان البيت يطير بيه ويروح اتجاه الشلال اللي مراته كانت بتحبه. بيظهر بعدها فريد وهو مبسوط وفرحان ان هو اخيرا هيحقق حلم مراته، بس فجأة الباب بيخبط وبيلاقي وقتها الولد رامز وهو متشعلق في البيت. بيتخض جدا اول ما بيشوفه، بيقوله رامز ان هو كان هيخبط عليه قبل البيت ما يطير. فبيدخلوا فريد جوه البيت. فجأة بتقوم عاصفة كبيرة توقع حاجات كتير في البيت. لما العاصفة دي بتهدى بيكتشف فريد ان هما تاهوا عن الموقع، فرامز بيطلع جهاز لتحديد الموقع بس بيطيره وبيقع منه. ففريد بعدها بيقرر ان هو ينزل بالبيت علشان يروح رامز بيته. لما بينزلوا بيكتشف ان هما مش في المدينة وبيلاقوا نفسهم في مكان غريب، بس بيلاقي قدامه الشلال اللي هو كان متجه عليه. فبيقرروا ان هما يربطوا فيهم حبل يوصل بالبيت ويمشوا لغاية ما يوصلوا للشلال. وبعدها وهما ماشيين بيلاقوا نفسهم قدام طائر غريب ملون بيكون شبه النعامة. فرامز بيسمي الطائر ده جميل، بس فريد بيكون خايف منه جدا على عكس رامز اللي بيكون حب الطائر جدا وبيلعب معاه. وبعدها بيقابلوا كلب صغير ورامز برضو بيتفاعل معاه. وبتظهر بعدها كمية صغيرة من الكلاب المختلفة، والكلاب دي بتكون موجودة مع تشارلي سمعان الشخصية اللي كان فريد مبهور بيها وهو صغير. وطبعا بيكون كبر جدا وعجز. وبيدخل فريد ورامز بيقعدوا معاه وبيتكلموا، وبيقول لهم ان هو بقاله فترة طويلة جدا بيدور على الطائر ده، وبيقول لهم على المواصفات بتاعته. رامز بيعرفوا ان هم شافوا طائر شبهه بالظبط وهم جايين، بس فجأة بيتعصب عليهم تشارلي جدا لانهم شافوا الطائر ده قبله. بيحاول يخوفهم علشان ما يقولوش ان هم اللي شافوه الاول
علشان يرجع للشهرة من تاني. بيتعصب اكتر لما بيسمع صوت الطائر ده جاي من البيت بتاعهم. وقتها بيفضل يطاردهم وهما بيجروا، هو بيجري وراهم هو والكلاب بتاعته. بيجي تشارلي بعدها وبياخد الطائر وبيولع في البيت بتاع فريد. بعدها بيجي فريد وبيطفي البيت وبيكون حزين جدا على اللي حصله، علشان معرفش يحافظ عليه لانه في ذكرياته هو ومراته. فبيجي رامز وبيعصبه اكتر، بيقوله ان هو عايز ينقذ الطائر. بنشوف بعدها فريد وهو ماسك الدفتر بتاع مراته اللي بيكون اول مرة يشوفه، بتكون مجمعة كل صورهم وذكرياتهم مع بعض، تكون كاتباله ان هو يعيش مغامرة جديدة. فبيقرر بعدها ان هو يروح مع رامز وينقذوا الطائر، بس بيلاقي رامز طاير بالبالونات في السماء. فبيحاول ان هو ينقذه بس مش بيعرف. بيقرر ان هو يشيل اي حمولة زيادة موجودة في البيت عشان البيت يطير لان البالونات كلها طارت. فبيرمي كل عفش البيت، فعلا بعدها البيت بيطير. بس بعدها بنكتشف ان تشارلي سمعان خطف رامز وبيسأله على فريد ومكانه. وبعدها بيسيب باب الطيارة مفتوح علشان يسيب رامز يقع. بس وقتها فريد بيجي وبينقذه وبيساعدهم في كده. الكلب داش وبيقرب بيت فريد علشان ينقذهم. وبعدها فريد بيدخل رامز جوه البيت وبيسيبه مربوط علشان يروح هو ينقذ الطائر. وبعدها فريد وداش بيخشوا جوه المنطاد اللي فيه تشارلي سمعان وبيتحركوا من غير الكلاب ما تشوفهم. بيوصلوا فعلا لمكان الطائر، لكنهم بيستخبوا لما الكلاب بتدخل فجأة وبتحاصر الطائر. بس فريد بتجيله فكرة وبياخد كورة وبيحدفها بعيد علشان الكلاب تلحق عليه. بيقفل عليهم الباب وبيروح يفتح الباب للطائر. في الوقت ده رامز بيعرف يفك نفسه وبيقع من البيت، بس بيمسك في انبوب المية على اخر لحظة. لما تشارلي بيشوفه وهو مربوط بالحبل بيطلب من الكلاب بتاعته ان هما يهاجموه بالطيارات. لا تشارلي بيشوف فريد والاتنين بيتخانقوا مع بعض، بس فريد بيضربه بالعكاز بتاعه. بيخرج من الشباك هو والطائر وبيطلعوا على السلم. وبنروح لرامز اللي لما بيشوف فريد وهو بيتسلق السلم يتحمس جدا وبيطلع هو كمان على الانبوب اللي هو فيه. وفعلا بيقدر يوصل للبيت من غير الكلاب ما تهاجمه. وبينجح فريد والطائر ان هما يطلعوا على سطح المنطاد. وبعدها رامز بيقرب البيت منهم وبيدخلوه، بس بيجي تشارل وبيفرقع البالونات كلها بتاعت البيت وبيقع فريد منه. البيت بيكون على وشك ان هو يقع، بس فريد بيلحق ان هو يمسكه على اخر لحظة. بعدها بيستغل تشارلي الفرصة وبيدخل البيت علشان يموت الطائر، بس فريد بيمسك الشوكولاتة وبيوريها للطائر فبيسيب البيت وبيطلع يطير. بيجي تشارلي علشان يلحقه فبيقع من البيت. بيعرف فريد بعدها ان هو ينقذ رامز والطائر وبيطلعوا كلهم فوق المنطاد، بس بيتأثر وبيزعل جدا لما بيشوف البيت بتاعه وهو بيقع. يرجعوا الطائر لأولاده الصغيرين وبيركبوا بعدها المنطاد علشان يرجعوا للمدينة. بعدها بنشوف رامز وهو في حفلة مدرسته، كل الآباء بيكونوا موجودين ما عدا أهل رامز. بس بعدها بيجي فريد وبيحطله الوسام اللي كان ناقص وبيفرح رامز جدا. وبيفضلوا بعدها مع بعض وبيعيشوا مغامرات كتير وبيسجلوها في الدفتر. بيجربوا مع بعض حاجات أول مرة يجربوها. وبعدها بنشوف إن البيت وقع جنب الشلال زي ما كانت إيلي عايزة. لو عجبك الملخص اعمل لايك واشترك في القناة علشان يوصلك الملخصات الجاية كلها.